صوتين وأربع أصوات قضية إجرائية بحتة، ما ليست لها علاقة بصميم العمل السياسي. يعني في 81 المغفور له جابر الأحمد رحمه الله أصدر مرسوم ضرورة في 81. هل هو أصدره في التصويت وإجراء التصويت الشكلي؟ لا، بتغيير الخارطة السياسية برمتها من 10 دوائر إلى 25 دائرة. وقال البعض آنذاك بأنها قسمت الكويت وقطعت أوصالها، لكن كل المعارضين شاركوا، لم يتخلف أحد. لم نسمع أحد أنه قال سنقاطع لأنه اعتداء وأن هناك كرامة أمة، أبدا. حضروا وشاركوا ووصلوا إلى مجلس الأمة ولم يصوتوا على المرسوم بإسقاطه وفق المادة 71. لم يصوتوا على إسقاطه. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى مجلس الأمة بعناء شديد. لو صوتوا على المرسوم لسقط مجلس الأمة وعادوا في المربع الأول. فإذا العملية هي مكاسب.